ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض فيديو حلو ونبداه من الاول كده. اول حاجه نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام و... ونسلم طبعا على اي حد داخل القناه جديد، ونقول له شرفتنا طبعا ونورتنا في قناتي. ويا رب الفيديوهات بتاعتي تعجبكم جميعا. وزي ما انتم شايفين قدامكم هنحضر عشاء حلو ونحضر سهره جميله ونعمل عصير حلو. وزي ما انتم شايفين التقديم حلو. فيلا تابعوني للاخر وشوفوا هنعمل ايه مع بعض. النهارده العشاء خفيف جدا جدا وسهل، ما فيهوش اي حاجه. جبته لكم من الاول، جبت كده نص كيلو من الرز البسمتي. زي ما انتم شايفين الرزه دي اعلى رزه يعتبر شويه. دي كيلو منها ب60 جنيه، يعني نص ب30. غسلتها كده في ميه مرتين تلاتة، وبعدين سبتها نقعها كده ربع ساعه في ميه دافيه. وبعدين هنا جبت حله على النار فيها بصله كده كبيره مقطعه كده مكعبات صغيره، وهنسيبها لحد ما تدبل كده او تاخد اللون فاتح شويه من الاصفر شويه. وهنا ده تروحي عند العطار تقول له عايزه خلطه الرز البسمتي، هيديكي كيس كده ب5 جنيه تحطيه كله زي ما انتم شايفين. وهنا كده مكعب قرفه وليمون كده ناشف وورق لوري. بس كده انا محطش اي حاجه تانية، وحطيت بس مكعب مرقه وخلاص. التتبيله كانت تحفه جدا جدا، وطعم الرز كان مظبوط خالص. تمام. زي ما انتم شايفين كده. وادي الميه بتاعتي، ميه بتغلي او ميه سخنه او ميه عاديه من الحنفيه يعني. كله ماشي تمام. زي ما انتم شايفين كده. وحطينا طبعا ظبطنا الملح بتاعنا، وهنسيبهم بقى لحد ايه ما يغلوا مع بعض. لو عندك شوية زبيب حطيهم برضو. هيبقى طعمه حلو، ومزازة الزبيب مع الرز هيديك طعم جبار. تعالوا بقى للخلطة بتاعتي. الخلطة دي لو كيس فيجيتار من بره، دي بتاعت الخلطة دي أحلى 100 مرة. تمام. يعني أنا بصراحة قسما بالله والله عاملاها أحسن من بره بكل حاجة. زي ما انتم شايفين معايا هنا يعتبر 6 أو 7 معالق دقيق، ومعايا معلقتين نشا، ومعايا معلقة من توابل الفراخ، ومعلقة من الكاري، ومعلقة من الكركم، ونص معلقة بابريكا، وفلفل اسود نص معلقة. وبس كده. والسبع بهارات لو عندك حط برضو نص معلقة. تمام. ونقلب دول. وطبعا هنحط الملح، دي اهم خطوة ما تنساهاش. الملح اهو نص معلقة مفيش، وعشان لسه انا هحط مكعب مرقة. شايفين؟ وتوم باودر وبصل باودر. نقول تاني. 8 معالق دقيق، معلقتين نشا، آه معلقة توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، بابريكا، كاري وكركم، وتوابل فراخ، والسبع بهارات. دول بس اللي محتاجاهم في الوصفة بتاعتي. تمام. هنا بقى هناخد معلقة ولا معلقتين من التتبيلة بتاعتي، طبعا على حسب كمية الفراخ اللي عندك اللي انت هتتبليها. هنعمل النهاردة ايه؟ بانيه. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. هننزل كده البانيه في الخلطة اللي انا عاملاها دي كده زي ما انتوا شايفين. وهنفضل نخلصهم كلهم. وهنا الرز كان ما شاء الله استوى وكان تحفة ومفلفل، والرزاية كده حلوة جدا وطعمه كان خرافة. وهنا بقى هننزل بقى بالتتبيلة، بالفراخ بتاعتنا اللي احنا تبلنا. طبعا يستحسن ان انت تسيبيها في التتبيلة اقل حاجة ساعتين، بس لو مستعجلة زيي مش هيفرق خالص في اي حاجة، ولا طعم ولا اي حاجة. وما شاء الله عليه كده زي ما انتوا شايفين. وهنحطهم كده شايفين اصلا ما شاء الله، تحس ان هي جاية جاهزة اصلا. وبعدين اديني خلصتهم اهو. وهنحط بقى على النار الطاسه كده، ونحط فيها زيت يكون سخن كده وبيغلي زي ما انتم شايفين. وهننزل بقى بالفراخ بتاعتنا. تمام. الوصفه حلوه جدا وسهله وما فيهاش اي اختراعات، وكل المكونات موجوده عندنا في البيت. فطبعا حطوا له لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد مشاهدات. وان شاء الله الفيديو يعجبكم والوصفة تكون سهلة. هنا بقى احنا خلصنا خلاص، وكان جوزي جه وجاب بقى معاه. قلت له هات شيبسي، فراح جاب اللي هو فلامانكو، وجاب التاني اسمه ويندوز. قلت بس يلا كله حلو نحطه كده بقى معانا على السفرة.
وانا غرفت الرز برضو في سيرفيس كبير، وقلت له برضو هات لي ازازه كاتشب، قال جاب لي اللي هي الاكياس دي. فيلا الحمد لله. وهنا زي ما انتم شايفين الفراخ ما شاء الله، طبعا جوزي مش مستني الفراخ من طعمها وريحتها، والاكل كان حلو جدا. فيلا ما كانش مستني بصراحه زي ما انتم شايفين كده. وهنا بقى ايه، خلاص خلصنا العشاء، قلت بقى ايه، لا نكمل بقى الاكله الحلوه والسهره الجميله، نعمل حاجه ايه حلوه. عملت بقى عصير، حطيتهم كده في الكوبايات كده، وبعدين هنقدمهم طبعا على حسب عدد الافراد. طبعا احنا ازيد من كده ما شاء الله علينا، احنا 6 في البيت غير فيروز يعني. كان اخويا وابن سلفتي كان معانا وكده، فانا ايه زودت واحده كمان للكبار، والصغيرين مش مهم ياخدوا ايه، آه، اللي هم الكوبايات الكبيره يعني. وهنا دي بقى كنت النهارده خارجه، وكنت جبت بان كيك كده من عند واحد يعني عندنا في الميدان بيعمل بان كيك جميل جدا. وحطيت بقى الفاكهة، وقلت يلا عشان السهرة تكمل. يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش طبعا تدعموني باللايك، وتكتبوا لي كومنت حلو زيكم. سلام عليكم، اشوفكم في فيديو جديد.